السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى تحية لجماهير الكرة المصرية من وسط أفريقيا ومن وسط أفيالها وأسودها وأدغالها. منتخب مصر راح وجاب لنا نتيجة مفرحة. رحنا جبنا 3 بونت من ملاوي وكسبناهم هناك 4-0. عملنا تقريرنا مع الجماهير في الشارع عن أداء المنتخب وعن أداء فيتوريا وصلاح وزملائه في الملعب. الناس كانت مبسوطة جدا. وقبل التقرير دوت رحنا برضو المباراة اللي كانت هنا اللي ربنا كرمنا فيها وفوزنا ب2-0. عملنا تقريرنا في وسط الملعب وصورنا جماهير ملاوي وهم بيحتفلوا بعد المباراة حتى بعد الهزيمة. هم الناس دي رايحة للمتعة، وزي ما احنا على طول بنقول الكورة للمتعة ان انا اخرج بره جو الشغل والعمل والبتاع، مش علشان انا ضايقك وانت تضايقني وانت تقول لي فريقي وفريقك. الكورة كلها متعة. تقريرنا ان شاء الله عملناه، هنعرضه على حضراتكم دلوقتي واسيبكم للتقرير. زي ما احنا شايفين فاضل 5 دقايق من وقت المباراة الشوط الأول، والكرة مع ملاوي بعد خط نص الملعب. بقى في استحواذ شوية من ملاوي. الجبهة الشمال خاصة بتاعتنا اللي فيها محمد حمدي ضعيفة شوية. زوم عليه هو اكتر كده. اهو زي ما عودناكم كده بناخد تقريرنا من الشارع. معانا كابتن تاني شاهد المباراه. ايه رايك في منتخب مصر في المباراه اللي فاتت مع ملاوي؟ كان كويس بصراحة وعمل أداء مشرف يعني. ايه رايك في النتيجه 4-0 هناك؟ نتيجة كبيرة وحلوة يعني. وكان هنا 2-0 مجموع المباراتين 6 اهداف. ايه رايك في فيتوريا المدير الفني؟ أحسن من القديم طبعا. كويس يعني. أحسن من متفائل معاك خير ان شاء الله. إن شاء الله. ان شاء الله. هناخد أفريقيا إن شاء الله. سنوصل بس ان شاء الله. باذن الله. ماشي يا ابو كمال. ماشي يا حبيبي. نتعرف على حضرتك؟ محمد سالم اسكندريه. يا اهلا وسهلا. شفت مباراه مصر وملاوي امبارح؟ شفت تقرير منها بس مباراه كويسه، بس على قد مستوى الفريق اللي احنا بنلعبوه يعني. ايه رايك في النتيجه 4-0 هناك على ارضهم و2-0 هنا مجموع المباراتين 6 اهداف؟ مش عاوزين نمشي برضه في النتيجه، احنا بنلعب فريق ضعيف ومستوانا ضعيف برضه بقالنا فتره كبيره ولازم نحسن من مستوانا شويه. طب ايه رايك في فيتوريا كمدير فني يستمر معانا ولا ما اقدرش احكم عليه من 3-4 ماتشات لعبوا. عايز استمراريه شويه؟ لازم نصبر عليه شويه. طيب ومحمد صلاح تحب تقول له حاجه؟ والله اقول له ربنا يوفقك وترجع نجم زي ما كنا شايفينك الفتره اللي فاتت كلها وربنا يحسن من مستواك شويه. احسنت يا سيدي. شكرا. ايه رايك في مباراه مصر وملاوي اللي عدت ديت النتيجه 4-0؟ كويسه جدا. والنهارده امبارح الماتش كان جميل جدا، ومحمد صلاح عمل ماتش جامد جدا، واللعيبه كانت كويسه جدا جدا، وكويس جدا اللعيبه كلها، وكويس ان هو رايح الشناوي عشان خاطر الماتش الاهلي بتاع يوم السبت. طب ايه رايك في النتيجه في مجموع المباراتين 6 اهداف في المباراه اللي هناك كمان رغم الظروف والوقت والتوقيت؟ ده كده خدمنا عشان خاطر غينيا 9 نقط واحنا 9 نقط، كده الفرق بقى كويس جدا يعني، عشان خاطر الاهداف دي خدمتنا عشان خاطر ان غينيا كده معانا في نفس النقط.
تمام. ايه رايك في فيتوريا نفسه؟ مدرب 10 على 10 كويس جدا. نكمل معاه ولا نغير بقى ونجيب تاني؟ لا جامد، لا جامد جدا جدا. حبيبي. واحد جاي من ورا الشجر. ليك في الكوره؟ لا ماليش. ما تابعتش منتخب مصر الماتش اللي فات؟ لا 4-0 بصراحة لا. ولا ال 2-0؟ ولا ال 2-0. ماشي حبيبي. حبيبي. ليك في الكوره؟ ايه رايك في نتيجه منتخب مصر وملاوي اللي فات؟ 4-0 و2-0. تمام من ناحيه ايه؟ ولا انت ما تابعتش المباراه؟ انا ما تابعتش خالص. ليه؟ بلاش الشغل. التوقيت. حبيبي. ايه رايك في مباراه منتخب مصر وملاوي النتيجه 4-0 امبارح؟ 10/10 كويسه؟ الحمد لله. طيب والنتيجه اللي هنا 2-0؟ انا عايز اقول لك ان انا مش غاوي كوره قوي بس يعني ما بتشجعش منتخب مصر يعني؟ لا بص اشجع بلدي. طيب. طب ايه رايك في المدير الفني الجديد اللي هو يعتبر كده مشينا برضه على السكه مظبوط؟ فيتوريا. ربنا يبارك له ويطول في عمره حبيبي. وننجح على طول وتحيا مصر. الله المستعان. الله المستعان حبيبي. شكرا. ودلوقتي معانا مجموعه من الشباب بيتفرجوا على الماتش. ايه رايك في ماتش مصر؟ لا والله ولا ده حلو وكل حاجه، حتى احنا برضو ده اللعيبه لعبت واقف انت رجاله واربعه حلو برضو، وجو هناك مصر الساعه 3 خاصه ان الماتش هناك كمان. الساعه 3 برضو، فيعني احنا برضو مش متعودين نلعب على الساعه 3، احنا متعودين مثلا نلعب بالليل فتره جميله، بس برضو اربعه برضو مع فريق ملاوي احنا كده صعدنا الحمد لله افريقيا، وربنا يكرم ان شاء الله كده وناخد الكاس. بس اهم حاجه اقول للرجاله ركزوا شويه وتبقوا رجاله وخدوا البطوله. يعني السنه اللي فاتت وصلتوا للنهائي، السنه اللي فاتت وصلتوا للنهائي يعني توفيق بقى. هو ده التوفيق. بس احنا خدناها المره اللي فاتت. احنا برضو عندنا يعني مثلا محمد صلاح، كابتن محمد صلاح عندنا مثلا مش لوحده، يعني كل اللعيبه برضو مثلا يعني لو عندنا نفس الحماس لصلاح والله العظيم هو كاس العالم. لو ده رايي برضه لو قارنا محمد صلاح والفرقه اللي حواليه بمثلا ماني والفرقه اللي حواليه، لا الموضوع مختلف. ده فرق شاسع يا باشا. الموضوع مختلف. فكويس ان هم وصلوا للنهائي. تفرق. هو كويس ان دول هم لعيبه وصلوا محترفه، لعيبه مثلا يلعبوا في اوروبا، اقل واحد بيلعب فيهم يعني. طيب مستبشر خير كده في فيتوريا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله. ولا نغيره ونجيب واحد تاني؟ لا زي ما هو، زي على مبدأه ده واكل مع المصريين. ايه رايك في ماتش منتخب مصر وملاوي اللي عدى؟ ما اتفرجتش عليه؟ نجم ولا انت؟ مين اللي اتفرج يا جماعه فيكم على ماتش مصر وملاوي؟ ما بيشجعش مصر خالص. ده انت كده تتحل. ده ما بيشجعش مصر. انا والله هو المنتخب ما فيش غير صلاح. تعرف على حضرتك؟ محمد درويش. ازيك يا محمد؟ ايه رايك في مصر؟ 100 من مصر بلدي منتخب بلدي. والنتيجه 100 والنتيجه 100. يا ريت تستمروا على كده، يا ريت يرفعوا راسنا على طول على كده، يا ريت يعني نتمنى ان الله يرفعوا راسنا على طول. صاحب العماره كمل ولا لا ما نعرفش حاجه عنه لسه؟ المصري مصري، الوطني وطني، ابن بلدي. ابن بلدي هو اللي يشيل المنتخب. احنا دايما برضه مع الجديد مع الاجنبي بنبقى يعني ملتزمين شويه. لا بنخاف منه، حققنا نتائج برضه بنخاف منه، انما ابن بلدنا حسن شحاته خد كاس افريقيا 3 مرات ورا بعض. ابن بلدنا هو اولى. الجوهري ده عملاق بطل عالم. ده دخلنا كاس العالم سنه 90. الله نقول غير كده. طب ايه رايك في اداء محمد صلاح مع المنتخب؟ لا محمد صلاح بيدينا على قد فلوسنا زي ما احنا بنقول. لا بس انا شايف برضو ان هو الخامه اللي حواليه مش زي مثلا زي ساديو ماني ولا الناس الثانيه. طبعا لو بيخدموا عليه، لو بيخدموا على محمد صلاح يبقى بطل عالم. هو اول واحد في العالم مش ميسي، خاصه ان هو فعلا تصنيفه من الاوائل طبعا. نتمنى من الله محمد صلاح يكون اول واحد على العالم كله. ابن بلدي. احسنت يا عبد ابن بلدي غير الاجنبي. حبيبي يا باشا. ايه راي حضرتك في منتخب مصر والنتيجه العريضه اللي احنا عملناها 4-0 و2-0 في اللقاء؟ والله المنتخب كويس 100 يعني صراحه يعني. طب المدير الفني الجديد فيتوريا؟ لا كويس برضه والله، ماشي خطه حلوه. كويس. اداء كويس صراحه، ماشي خطه حلوه يعني صراحه، خاصه في كويس. الاخيره. لا كويس والله، المدير الفني كويس برضه. تحب تقول حاجه للعيبه او والله هم بس اهم حاجه ايه، يلعبوا رجاله وربنا يكرمنا ان شاء الله. ان شاء الله بامر الله. ان شاء الله. شكرا. ورجعنا لكم من تاني بعد ما عرضنا عليكم تقريرنا اللي عملناه في ارض الملعب في مباراه مصر وملاوي هنا اللي فزنا فيها ب 2-0، وخدنا اراء الجماهير عن المباراه اللي ربنا كرمنا فيها ب4 اهداف، وبقى بفارق كبير عن التاني المجموعه اللي بيتساوي معانا في نفس النقاط ب9 نقاط غينيا. وريناكم ازاي الناس جماهير ملاوي فرحانه بفريقها، رايحه تتمتع رغم الهزيمه، بيرقصوا وفرحانين وبيعملوا استعراضات في الاستاد. وريناكم ازاي الكره للمتعه ما هياش للشجار والمناكفه، وانا اقول لك فريقي وانت تقول لي فريقي.
يا رب يكون تقريرنا عجبكم ان شاء الله باذن الله. ولو عجبكم نرجو منكم الاشتراك في القناه والدعم واللايك والشير علشان ربنا يكرمنا ان شاء الله على ايديكم. في نهايه كلامي اوجه سلامي لجماهير الكره المصريه كلها، وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.